لفت نظري مشهد مهم جدا حدث في الامارات او يحدث في الامارات الان، يخص مصر اللي ما بقاش ليها تمن في ظل حكم اللي بيقعد يتسول على رأي عبد الخالق عبد الله تحت رجلين الخلايجة للأسف الشديد. ايه المشهد ده اللي عملته الامارات باتنين من لعيبة نادي الزمالك ومدير الكرة في نادي الزمالك؟ المشهد خارج حساباتنا وتغطيتنا على الاطلاق، لكن نور عندنا في حتة معينة. الامارات حادثة اتنين من لعيبة الكرة ومدير الكرة في نادي الزمالك انتظار المحاكمة. حصل نزاع في الملعب، اتخانقوا، ضربوا حد من المنظمين بتاع اشتباك يعني، فحبسوهم وسربوا صورهم وهم في المحاكمة. ابو واحد السيد واثنين من اللعيبه اللي انا ما اعرفهمش، انا بتكلم على اللي كنت اعرفه زمان، سربوا صورتهم وهم في انتظار المحاكمة، وصورة مسربة بعناية جدا لإظهارهم بذلك الشكل. والإمارات سربت الصورة دي بقصد الإهانة وتدوس على الشعب المصري اللي ملوش تمن أصلا أكتر وأكتر. لا الإمارات بلد قانون ولا بتاع، الإمارات بلد لكن السيسي رخص هذا الشعب بشكل غير مسبوق. مش دول الصفوة بتوعكم؟ لازم يتربوا. عشان بس الناس تبقى تعرف ازاي تتعامل مع المواطن الاماراتي في راس الحكمة، تاخد بالها من قوانين راس الحكمة. راس الحكمة مش زي مصر. انا ده ما فرقش معايا ان الامارات بتهين المصريين، ده عادي للاسف الشديد. لم يحظى المصريين بكرامتهم الا بعد الثورة من 2011 ل 13. ما كانش في حد يقدر يرفع عينه في مصري، الكل كان مرعوب. كان ابن زايد بيروح يعيط لاوباما طبقا لمذكراته ويقول له انتوا هتضيعوا بتاع ده، احنا كده هنطير، انتوا هتسيبوا مبارك، احنا كده هنطير كلنا. كلهم كانوا مرعوبين من هبة الشعب المصري. ده بالعدد احنا قد العدد اللي في المنطقة كله. يعني لو حطيت العدد اللي في المنطقة كله المصريين هم نص العرب في المنطقة من المحيط للخليج. لو جمعت كله فما بالك بقى التاريخ واللي بتاع. فانا مش دي القصة اللي خلتني اعرض واضيع وقت حضراتكم في ذلك الموضوع، الدقائق الثمينة دي. مش قصة ان هم حبسوا اتنين او الخناقة او مين غلطان ومين اي حاجة، مفيش اي حاجة. انا اللي جنني وخلاني اتحدث مع حضراتكم هذا الموضوع ان مصر كلها اتقلبت تحيا الامارات، واللعيبة دول يستاهلوا، ولازم الزمالك يعتذر للامارات، واحنا تحت امر جزمة الامارات. مشهد مهين الحقيقة جدا، يوريك طبقة العبيد اللي انتجتها العصابة المرتبطة مصالحها بالعصابة في مصر وبالامارات والسعودية، ياخدوا منهم شوية رز. ده ياخد له اقامة ذهبية، ده بيروح مصاحب حد فبيقابله في الامارات. انت عارف الدنيا ماشية بزراميط ازاي. والامارات سخية جدا 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 مع الخونة اللي امثال هؤلاء اللي تعرف تشتريهم. الامارات اسخى من السعوديه بمراحل. فكل مصر فجاه اللي هو الرموز ان مصر كلها طلبت تحيا الامارات واللعيبه دول يستاهلوا ولازم الزمالك يعتذر، وقصه كبرت بشكل مهول، واحنا تحت امر الامارات في مشهد مهين الحقيقه جدا، لا ليه علاقه لا باهلي ولا بزمالك ولا بتاع. مصر عامله بطوله سوبر مصريه كلها فرق مصريه بتلعب في الامارات، الاربع فرق مصريه، والامارات هي اللي مستضيفه وبتدفع ثمن البطوله. مصر بتستفيد حاجتين: مصر العسكر، مصر ما فيهاش كوره ولا فيها جمهور من ساعه الانقلاب. ممنوع الجمهور بتاع، بيحصل في ومضات قليله من ساعه بقى لنا 11 سنه البلد من غير كوره، بتتلعب بجمهور مختار من عنايه من اولاد مستنقع وطن واولاد القضاه. هشوف القضاه هيعملوا ايه اللي رافضين تسليم المقر بتاعهم.
هتسلم يا ولا، والجزمه فوق رقبتك يا ولا. هتسلم. واولاد اللي بتوع النيابه واولاد الضباط مشهد كده ملوش دعوه بالكوره خالص، فمصلحه يبقى فيه جمهور وناخد قرشين وهي بترزق. للاسف ده بقى اسلوب الحياه المصري للاسف الشديد في ظل حكم العصابه. خلاص. فالامارات مستضيفه وبتدفع ثمن البطوله واشترتها. المشهد ده حقير جدا. قال لك اعتدوا على فرد امن ولا مش عارف ايه، ماتش مع بيراميدز ولا يخصني. وانا بقول لحضرتك القصه بعيده عن الكوره تماما. مع اعتراف ان لعيبه الزمالك اخطاوا، قول اللي انت عايزه في خطأهم وانفلات اعصابهم. رغم ان الموضوع الفيديوهات اللي عرضها عليا زمايلي كان فيها احتكاك مشادات بتاع، ما فيش اي حاجه. لكن الامارات مصره على الاهانه. الراجل مدير الكوره عبد الواحد سيد حارس منتخب مصر راح يطلع اللعيبه حبسوه معاهم. فالموضوع بعيد عن الكوره تماما. في لعيب كوره برازيلي عمل نفس الفعله دي، وقفوه 3 مباريات في الامارات ودفعوه غرامه. ايقاف ايريك لاعب العين 3 مباريات وتغريمه 150,000 درهم لاعتدائه على احد عناصر امن الملعب خلال مباراه الوحده والعين. معروف في عالم كره القدم يا جماعه، وانا كنت واحد من ابناء ذلك العالم بقوه، يعني مفيش فيها قضاء ولا حبس، في غرامات كبيره ووقف واستبعاد وشطب، في حاجات كتيره جدا 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 جدا. ده اللي قتلوا المصريين في ملعب بورسعيد وفي ملعب 30 يونيو ما تحاسبوش، قتلهم. القصص دي بتخلص عقوبات مش في السجن. لعيبه الزمالك دفعوا غرامه كبيره جدا وكمان محبوسين. مصري بلا ثمن. قلت لك طول ما لكش ثمن في بلدك مش هيبقى لك ثمن بره. طول ما لكش ثمن في بلدك مش هيبقى لك ثمن بره. وعاملين لائحه اتهامات ومسربينها. الامارات بتسرب كل حاجه امعانا في الادلال. امعانا في الادلال، لكن ده شيء معتاد، ده شيء معتاد في ظل حكم السيسي اللي المصريين واصلين فيه لمرحله مهانه غير مسبوقه. المصيبه فين بقى؟ ان الاعلام كله اللي في مصر حتى الزملكاويه طلعوا يعملوا حملات للدفاع عن الامارات ضد المشجعين اللي مش عاجبهم. كلهم عاملين ده عشان خاطر سبوبه الامارات. ومصر كلها، مصر اللي الصوره اللي بيصدروها اتقلبت فجاه تحيا الامارات. تحيا مصر دي اتلغت تماما. كل الاكلين على كل الموائد مدحت شلبي اللي حسين لبيب، الزمالك مطالب بتقديم الاعتذار يا اكبر واشعر بالعار. يا راجل ده انت نفسك عار، ده انت عنوان من عناوين العار يا طبال يا رقاص. ميدو من حيث يعلم من اين لا تؤكل الكتف. اولا الجماعه هنا في الامارات قمه الادب والذوق، ده مديني اقامه ذهبيه، اوعوا تلغوها. عمرهم ما بيتعاملوا بعجرفه، كل المسؤولين عندهم هدوء كبير. ازاي يتعاملوا مع المواقف؟ فكره ان في تعنت ضد الزمالك لازم نشيلها من دماغنا. المهم تكمل انت في السبوبه. يحيى كابتن حسين لبيب على وقفته، بحيي كابتن على وقفته، ولكن الزمالك ما يدفعش فاتوره تهور بعض الاشخاص المفروض يبقوا عارفين كويس. يخرب بيوتكم. سفير لمصر الحين عودته مره اخرى، لازم الزمالك يطلع بيان فورا يعتذر فيه للامارات. يا ولاد البتاع، يا منسحقين يا مهانين في كل مكان وفي كل كتاب. قال لك مصر اصل الامارات بلد قانون. طب ومصر؟ لا، بلد القانون. القانون ده اللي بيعزف بيه. ومعلش اصله كان فاكره مصري. وتحيا الامارات، واوعى تشكك في قانون الامارات. الامارات كلبة اسرائيل بقت هي القانون.
كل واحد الامارات حط ايديها في بقه طالع يدافع على الامارات. انتهت تحيا مصر. انت عارف لو العيال دي اتحبست في اي دوله عربيه مش خليجيه، لو اتحبسوا في المغرب ولو اتحبسوا في الجزائر، كان كل الانطاع دول طلعوا قال لك مش ممكن، كرامه مصر لا تحتمل، ازاي المغاربه يعملوا فينا، ازاي التوانسه وحصلت عشرات المواقف بهذا الشكل. لو المشهد ده بتاع كانت طلعت العنتريه المصريه اللي حضراتكم عارفينها تماما بقى انه لا نقبل وازاي ويحصل. اول ما جه الرز كلهم عملوا يسوسوا في حب الامارات. حتى نادي الزمالك في الاول وادارته حبوا ياخدوا موقف وبتاع، وطلع المتحدث باسمهم قال لك ندرس الانسحاب. مش عارف هو عايش في انهي عصر. ده السيسي بيقعد يغسل رجلين ابن زايد. تنسحب مين يا ابن البتاع؟ احمد سالم. اجتماع عاجل رئيس مجلس اداره الزمالك حسام هو الرئيس اللي بيحث الاعتذار عن عدم استكمال والعوده للقاهره بسبب الاجواء غير المناسبه والضغوط غير المحتمله، حيث يتواجد رئيس البعثه في قسم الشرطه منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين واصرار الاداره على عدم التخلي عنهم. ده كان كلام محترم جدا. فيش لعيبه اتخانقوا في ملعب ولا عملوا حاجه. في قانون الاتحاد الدولي بيمنع التدخل الحكومي. مشاكل الكوره تتحل في اتحادات الكوره. اللعيبه دي ممكن تتوقف اسبوع، تستبعد من البطوله، تقف شهر، غرامات. عملوا عليهم غرامات 8 مليون جنيه دفعوها ومحبوسين برضو. طبعا احمد سالم وحسين لبيب وبتاع يعني ما فيش. اول ما الضغوطات اللي انت عارفها جات له المكالمه من الجهاز الامني قال له انت فاكر نفسك راجل ولا ايه؟ انت وحسين بتاعك دول هندخل العصايه. ها؟ انت فاهم هنعمل فيك ايه؟ اسحب كل الكلام ده. قام على طول يؤكد مجلس اداره الزمالك بقياده حسين لبيب على تقديره التام لدوله الامارات. ملعون ابوكم كل التفافه ما تكفكوش. وكافه الجهات القائمه وتثمن كل الجهود الكريمه المبذوله من كافه الكوادر. سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح. تكليف الجهات المختصه بفتح تحقيق موسع. نؤكد ثقتنا الكامله في عداله ونزاهه وحياديه جهات التحقيق. طبعا اذا الامارات بترجع لك جنودك من عند حميدتي وتجبرك زي الكلب تطلع بيان تشكر الامارات ان رجعت جنود الجيش المصري العظيم، فطبيعي احمد سالم وحسين لبيب يبلعوا لسانهم ويطلع يقول لك نسبح بحمد الامارات. بقول لك عبد الخالق عبد الله كان بيقول على الكلب اللي سايق البلد بيجي يقعد تحت رجلنا زي الكلب. ابن زايد حط له صورته فوق الجيش المصري، ساب البتاعه في النص وقال. رجعوا على طول صوصوا زي اللي بيصوصوا. ما تعرفش في مصر قالوا لهم بس انتوا اركعوا 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 واحنا هنطلع لكم العيال. اتفاجئوا ان العيال بيتحبسوا. لعيب واحد من الزمالك هو اللي مش مصدق اللي بيحصل. لعيب سابق واحد بس. كل الرموز وكل الشارات وكل العنتريات كلها اختفت. الموضوع خرج بره الكوره تماما يا جماعه. ومن الزمالك واهلي الموضوع اهانه كبيره لينا. كان ممكن التحقيق يكمل عادي من غير تسريب صور ومن غير الاهانه، لكن دلوقتي في اهانه للمصريين. احمد جعفر يسلم لسانه انك مالكش قيمه عادي ونحمل اللي احنا عايزينه وبفلوسنا. وللاسف الناس المسؤوله عن الرياضه في مصر كلهم منبطحين، والمسؤول عن السياسه يا جعفر وهم عارفين كده. الزمالك ما يلعبش الماتش ولازم يعتذر عن استكمال البطوله. مش فارقه، كرامتنا اكبر من اي بطوله. واعتقد اخوك الاهلاوي هيبقى في ظهرك مش هيسيبك، لان دي كرامه مواطن بره الكوره تماما. ايه المهانه ده؟ هو ده اللعيب الوحيد، لعيب سابق، لعيب سابق. والحقيقه مع كل الاحترام والتقدير لكلمه الحق اللي قالها احمد جعفر، السبب مش مسؤولين الكوره،
السبب في ذلك المشهد المهين وغيره من عشرات المشاهد المهينة هو الشخص اللي بيوطي كده لا مؤاخذة قدام ابن زايد، اللي بيقف موطي راسه في الأرض قدام ابن زايد، هو ده السبب. السبب اللي كان حاطط صورة ابن زايد فوق راس الجيش في أعياد نصر أكتوبر، هو النجس ده السبب، هو ده السبب. بلد كلها طالعه تقول تحيا الامارات، اتنست تحيا مصر. انا عايزك بس جمله وقطمها جحش. تتخيل الواقعه دي لو اتخذت لعيبه من الاهلي او الزمالك اتحبسوا في السودان ولا ليبيا ولا في المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا موريتانيا ولا لبنان ولا بتاع، كانت الدنيا قامت ما عادتش ولن نسمح. وكرامه مصر، لكن كرامة مصر تباع وتشترى في زمن الرز.